اليوم رايحة لبنك الدم بمدينة الطب على مود أتبرع بالدم. طبعا هاي مبادرة قاموا بها مجموعة من الأصدقاء وصاروا يتحدون بعض، وصديقتنا بلسم ملكة جمال العراق تحدتني، وأني بدوري همينة راح أتحدى اثنين، وأدعوكم جميعا حتى تتبرعون بالدم. بصفة عامة فكرة التبرع بالدم تصير على مود البنك ما يفرغ من الدم. لازم بنك الدم يكون دائما به كل الزمرات موجودة وجاهزة، في حال إذا لا سمح الله أي شخص تعرض لأي حادث إن كان واحتاج لدم فورا يتبرعوا له. إحنا حاليا بحالة حرجة شوية، ما عندنا دم، فلذلك صارت هاي المبادرة مال دعوة الجميع إلى التبرع بالدم. أنا شخصية دمي أو بوزيتيف، فأنا الدم اللي ينطي للكل. رايحة اليوم حتى أتبرع بالدم. فمدينة الطب أنا من 2019 ما دخلت لها، أنا مولودة هناك بمستشفى بغداد تحديدا. دخلت لها 2019 حتى أسحب أوراقي مال الولادة، فمن يومها أنا ما داخلة. اليوم أول مرة راح أروح. وصلنا بدينا عملية التبرع بالدم، وأنا من مكان هذا أتحدى أصدقائي الاثنين علي عجينة وعلي عيسى حتى يجون وهمنا يتبرعون بالدم. أنا لحتى وصلت لمصرف الدم يمكن فريت 900 فرة. أنا وضايعة ببغداد بعد، شو تريدون؟ تخيلوا الموقف يعني. كملنا وتبرعنا بالدم، ومثل ما تحديت أصدقائي أنهم يروحون يتبرعون بالدم، حابة أني أطلب منكم أنه تروحون أنتم همينة وتتبرعون، خاصة إذا كانت زمرة دمكم سالبة. حاليا عندنا نقص حاد بزمرة الدم السالبة، يعني أي شخص لا سامح الله إذا تعرض لحادث أو مريض أو تعبان وهو دم سالب ما عندنا دم له، فهذا خطر. أتمنى من أي شخص صحته زينة يروح يتبرع. في حال إذا كان على جسمكم أكو تاتو والبنوتات، إذا كنتم مسوين فيلر أو بوتوكس، يفضل أنه ما تتبرعون، لأن هذا الدم ما نقدر نستفاد منه، هذا دم ملوث. أتمنى من أي شخص لموا أصدقائكم عائلاتكم وروحوا تبرعوا بالدم وتعالوا، يعني همنا شغلة زينة، همنا نساعد الناس، همنا صحيا لكم زينة، فأتمنى ما تقصرون، وأنتم دائما ما تقصرون. أنا كلش أشكركم، ومن هسه أشكر أي شخص راح يروح يتبرع بالدم. حبايبي مساكم ورد. أريد أبدأ هذا الفيديو أبارك لكل الأشخاص الحلوين والحلوات اللي شاركوا بموسم رمضان 2023. وجودكم هاي السنة بهذا الموسم انطى إضافة كلش حلوة. بعدين أريد أبارك بالخصوص للأشخاص يابا. بس ثاني أغسل سيارتي الدنيا تصب عليها مطر لو شنو. ملاحظين على فكرة هاي مو أول مرة، ومو أي مطر باعوا. يعني هي بس نزلت هالنقط زين، وسخت السيارة وخلاص. لا تعليق. أنا شايف ناس تشتري ثلاجات بلازمات بالأقساط، بس ناس تسوي تحاليل بالأقساط ما شايف. تحليل PCR صار له 8 سنوات، ينقطع ويرجع. آخر فترة انقطع 4 سنوات، أنا ظليت